السلام عليكم. مثل ما شفتوا من عنوان الفيديو، لا صوت يعلو على صوت المعركة. هذا كان من شعارات حزب البعث والحكم الأسدي. هالشعار هذا بالمختصر هو خلصوا، سدوا بوسكم، ما حدا يحكي. في له معنى تاني. أنا بتذكر بمسلسل كان للفنان الشهيد خالد تاجة، بيلعب دور انه هو بيكون كموظف وحزبي والى اخره، مهمته انه يطلق شعارات. يمكن هلا نحن بحاجة لواحد هيك يكون اختصاصه يطلق شعارات. يعني مثلا نحن عنا شعار مو وقتها، ما حلو. يعني هذا سدوا بوسكم، يعني هذا نفس شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، بس ما حلو نستخدم نفس شعار تبع النظام البائد. يا جماعة هذا غلط، غلط كبير. انت بهالشكل هذا انت ما عم تدعم الثورة، بالعكس، او ما عم تدعم الدولة. يعني الرئيس الشرع بيقول انه مرحلة الثورة انتهت، وانا بختلف مع هالشي هذا. الثورة بتنتهي لما بيتحقق كل شيء كانت تصبو إليه الثورة. بناء الدولة، وهلا بناء الدولة لم يكتمل نهائيا. أنا مع الدولة حاليا، يعني من أعماق قلبي مع الدولة، بس أنا ما لازم أسكت لا على عيوب ولا على أخطاء. الأخطاء إذا سكتنا عنها تتحول لخطايا، وبيكون نحن بصمتنا نحن البيئة الخصبة لتتحول الأخطاء لخطايا، ليتحول رشوة صغيرة لتصير فساد. نحن ما حدا محصن، يعني بدولة ما حدا محصن. غالبية الناس بعيدة عن موضوع السلب والنهب ولا الرشوة، بس في ناس بترتشي. هدول نحن إذا قلنا لا صوت يعلو على صوت المعركة، معناتها ما حدا يحكي وخلي المرتشي يرتشي أكتر. هلأ بيرتشي بدولارات، بعدها بده يصير بآلاف الدولارات، بعدها بيجوز بملايين الدولارات بده الرشوة تبعتكم أو عمولته، أو صار عنده البزنس الخاص فيه نتيجة الرشاوي دي قبضها. السكوت هو بداية تدمير الدولة، مو بنائها. يعني نحن ندمر الحجر وندمر الإنسان لحد كبير. ما نخلي نحن نكون طريقة لتدمير البقايا، بقايا الإنسان، حتى لو انبنى حجر. أنا بدي انتقد وانتقد وانتقد، وحتى لو قالوا عني والله فلول ولا شو ما قالوا عني، مالي بحاجة لشهادة حدا. يعني أنا باخد بالموضوع الانتقادات الدكتور برهان غليون، ما حدا يزاود عليه لهالإنسان هذا، ما حدا يزاود عليه. له وجهة نظر لازم نحترمها، أو لازم نحترمه هو. نحن ضد وجهة النظر هاي مثلا. أنا ما بالضرورة أتفق مع أي إنسان بيطلع بيحكي وجهة نظره، بس لازم أكون أحترمه. ما بيجوز أنا أعمل هيك إطار حطه مثلا على الفيسبوك في صور مثلا عدة ناس من الفلول، ومن ضمن الصور مثلا يكون موجود مناف طلاس، وحط صورة برهان غليون معه. ما بعرف، هذا شيء معيب، شيء معيب. مجرد أنا عم قل له اسكت، لا صوت يعلو على صوت المعركة. وأنا من ضمن بدي آخذ دور الله يرحمه خالد تاجة وأطلق شعارات جديدة. عم دور هلا على شعارات جديدة إن شاء الله بدي أطلقها بالقريب العاجل. سوريا لكل السوريين، ومن حق أي سوري يبدي رأيه. ما لازم نجرمه وننشر عرضه ونحكي. غلط، غلط كبير. أنت عندك مشكلة مع آرائه، فندى. وأنا هون بقول شغلة خدوها مني.
أنا بقدر آخذ أكثر المواقف حزما بأرق الكلمات. أنا ضد الفكرة اللي طرحتها، ما ضدك، ما بنشر عرضك. هذا اللي عم يصير. انتوا مع هالدولة هي بنحكى بكلام نابي أحيانا، غلط كبير. ما بدي فش خلقي أكثر من هيك. هحكي بفيديوهات وناس يعتبروني شو ما بيعتبروني، وبقلكن هلأ إنه في مكوعين جدد نتيجة أمثالكم ونتيجة الوضع المعيشي صعب. هذا كل شيء عندي اليوم. السلام عليكم.